السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا، وقناة استشارة طبية. أتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن هو فيديو مهم جدا لكل الناس وكل الأسر. إزاي نحل كل مشاكلنا الطبية بطرق طبيعية. ده مفيد، نرجو الشير لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، والتعليقات الجميلة علشان ينتشر الفيديو أكتر ويستفيد منه كتير من الناس. نبدأ بالصلاة على النبي. علشان نحل كل مشاكلنا الصحية، أول حاجة أول ما نقوم من النوم الصبح بنحذر من حاجة وحيدة، اللي هو شرب المية مباشرة بعد الاستيقاظ. لازم نبدأ بالمضمضة وغسيل الفم بتاعنا بمية دافية شوية، وبعدها نشرب المية بعد كده على دفعات وببطء. وليه الكلام ده بنعمله؟ لأن أثناء النوم بيتجمع في الفم بقايا أكل مثلا وبكتيريا، وسواء بكتيريا هوائية أو بكتيريا لا هوائية، وبعض الإفرازات الحمضية. فلو إن إحنا شربنا مية على طول هندخلها للمعدة، فبتسبب لنا مشاكل هضم وتلبك معوي. فلازم نعمل غسيل للفم والمضمضة والغسيل ده، فده مهم جدا. تاني حاجة، دايما شرب المية لها حاجات معينة علشان نحافظ على صحتنا. نشرب المية على مدار اليوم. نشرب المية أول بعد ما نقوم ونعمل مضمضة الصباح، ونشرب المية قبل كل وجبة، كوباية مية مثلا قبل كل وجبة بربع ساعة أو نص ساعة. ما ننتظرش لغاية لما نحس بالعطش علشان نشرب، وخصوصا للناس اللي هم كبار السن، لأن إحساس العطش عندهم بيبقى منخفض جدا، وما بيحسوش إنهم عطشانين ولا يحسوا إنهم جعانين. فلازم احنا نعتلهم المية كل فترة ويشربوا. كمان الرياضيين أو الناس اللي بيعملوا مجهودات عنيفة برضك بيحتاجوا يشربوا مية قبل ما يحسوا بإحساس العطش، علشان يحافظوا على اللياقة البدنية وعلى صحتهم وعلى مجهودهم. كمان الأطفال الصغيرين برضك ما يكونش عندهم إحساس الشعور بالعطش، لأن إحساس العطش نفسه لو حسيت بيه معناه إن جسمك بدأ يدخل في مرحلة جفاف خفيف، وده بتبقى مشكلة لينا. وده قبل ما تشرب يكون حصل الجفاف ده، معناه إن حصل الجفاف ده. كمان قواعد الشرب زي ما بتقول السنة، إن إحنا تشرب وأنت جالس، تشرب على 3 دفعات علشان تحمي الكبد والجهاز الهضمي من الصدمة الفجائية بتاعة المية. واللي بيدلنا على ان جسمنا محتاج ميه او ترطيب للجسم اللي هو لون البول. ما نعتمدش على احساس العطش. فلون البول كل ما كان قريب للون الطبيعي اللي هو لون فاتح وشفاف اصفر، ده معناه ان جسمك مترطب كويس. لكن لو داكن يبقى معناه عندك نقص ميه او جفاف. تشرب تقريبا على حسب ممكن من 2 ل3 لتر في اليوم، تختلف على حسب درجة الحرارة بتاعة الجو، على حسب المجهود بتاعك. ممكن تكون بعض حالات مرضية بتحصل لك، إشارات من الجسم زي صداع مزمن، تعب عام، إرهاق شديد، ممكن سببها إن خلايا الدماغ بتعاني من الجفاف، وبيكون السبب بسيط اللي هو نقص شرب المية، ومش حاجة خطيرة. كمان في حالتين المية من نهتم بيها، ان تكون المية بنشرب مية قلوية احيانا، علشان يعني مية ونعصر عليها عصرة ليمونة عشان نحسن قلوية الجسم ونقلل الحموضة بتاعة المعدة والارتجاع بتاع المعدة المزعج، ده في حالات الحموضة الشديدة. كمان ممكن في حالات نقص الحموضة بتاعة المعدة اللي بتسبب الارتجاع وبتسبب مشاكل تانية كتيرة، اللي هو نشرب مية وعليها خل، معلقة خل التفاح، نخففها بالمية
ونشربها بالمصة أو المصاصة. ده علشان نعالج مشكلة نقص حموضة المعدة. نيجي لتاني حاجة اللي هو خاصة بالأكل أو الطعام أو النظام الغذائي، وعلشان نحصل على صحة جيدة ونحل كل مشاكلنا الصحية بطرق طبيعية، نمشي على حسب القرآن والسنة. فأفضل نظام لينا اللي هو الصيام، سواء كان الصيام الإسلامي اللي هو ما نشربش ونصوم 16 ساعة في اليوم مثلا، ونفطر وجبة أو وجبتين، الفطار والسحور، أو الصيام المتقطع. كمان الصيام اللي هو السنة، صيام كل اثنين وخميس، أو صيام كمان معاهم 3 أيام الوسطانيين من الشهر العربي. طبعا فايدة الصيام والصيام المتقطع سواء كان صيام إسلامي أو صيام متقطع إن هو بينظم سكر الدم، بيحسن حساسية الأنسولين، ممكن يقي الناس اللي عندهم مقاومة الأنسولين، بيحسنها ويمنعهم إنهم يدخلوا في مرض السكري. كمان بيعطي فرصة لراحة الجهاز الهضمي وإعادة نمط الوظائف الحيوية بتاعته. كمان بيعزز الحرق بتاع الدهون وتعزيز الأيض أو الميتابوليزم. كمان بيساعد وبيساهم في تحسين الكوليسترول، مستويات الكوليسترول، بيقلل الكوليسترول الضار وبيزود الكوليسترول النافع وبيقلل الدهون الثلاثية في الدم. كمان بيسهل عملية الالتهام الذاتي أو تنظيف الجسم من الخلايا الميتة أو التالفة، أو التخلص الجسم من السموم المتراكمة، وتنشيط الكبد لتخليص الجسم من السموم. وكمان بيساهم في تقليل السعرات الحرارية اليومية واستخدام الجسم إنه يستخدم الدهون المخزنة فيه كطاقة، فبيساعد في تخسيس وخسارة الوزن. كمان مهم جدا لأنه بيعزز الصيام ده، بيعزز صحة الدماغ وصحة الصحة المعرفية والصحة الإدراكية، وكمان بيقلل مخاطر الأمراض العصبية، فهو مفيد جدا لنا. كمان بالنسبة للطعام، بنمشي على النهج الإسلامي في الطعام اللي هو بيقول لنا بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وإذا أكلت بيبقى ثلث لطعامك وثلث لنفسك ثلث لشرابك، طعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. إذا معنى كده إن احنا ناكل وما نفرطش في الأكل، وطبعا بناكل لما نجوع، ما عدا كبار السن اللي زي ما قلنا قبل كده اللي هم فوق 60 و70 ممكن يبقى عندهم إحساس الجوع ما يبقاش تام ويبقى جعان، ويعني الجسم بيطلب أكل وكده ولكنه ما يحسش بالجوع. كمان ان الاكل بيكون وسيله لنا للطاقه وعشان الجسم يؤدي وظائفه الحيويه ونعمل وظائفنا الجسديه والشغل بتاعنا. فما ناكلش حتى التخمه، يعني معناها ان احنا ما ناكلش سناكات في وسط الاكلات الطبيعيه بتاعتنا، الى جانب ان احنا نتبع عادات الاكل السليمه والعادات الجيده اللي هو مضغ الجيد للطعام، ان يبقى الاكل بتاعنا يبقى زي ما يتحول حاجة زي ماء سائلة بتبقى سهلة على المعدة إنها تهضمها بعد كده، وما تعملش تلبك معوي ولا سوء هضم. كمان لازم نركز واحنا بناكل على الأكل نفسنا، ما نشغلش نفسنا بالمحادثات الجانبية وبالنظر على التلفزيون أو الشاشات أو كده. ما نشربش مية في وسط الأكل كتير، ما نزلطش أو ما ناكلش أكل بسرعة، ناكل ببطء عشان نكسر الطعام في الفم كويس ليسهل الهضم وفي المعدة، وما نعددش أو ما نكترش في نوعية الطعام أو الأكلات اللي هي موجودة في كل وجبة. يعني ما نقعدش ما نحطش مثلا لحوم على خضروات على نشويات، رز ومكرونة ومش عارف إيه وعيش،
والسلطات وفاكهة ومشروبات وكلام من ده. نكتفي بنوعين مع بعض أفضل، اللي هو مثلا زي رز ونوع بروتين، سواء لحم دجاج أو لحم حمراء صغيرة، أو بقوليات مثلا عدس أو كده، أو سمك، والسمك البحري أفضل من السمك التاني. وحتى إن إحنا ما نقدرش يعني بيخلينا إن ما ناكلش كمية كبيرة وما نصابش بعسر هضم، وناكل معاه ممكن نبدل خضار، ممكن بامية، بطاطس، شوربة خضار، وهكذا. بنهتم ان يكون مصدر البروتين الحيوي لجسمنا مفيد عشان يبني العضلات بتاعتنا وعشان نرمم الغضاريف. كمان يكون في الاكل بتاعنا نوع من الدهون الطبيعيه او الدهون الصحيه او الدهون المفيده، زي زيت الزيتون البكر الممتاز، زي كميه قليله من السمن البلدي او الزبده البلدي، نعملها في الطبيخ او نضيفها للطعام بتاعتنا. نمنع الزيوت المهدرجه والزيوت النباتيه والسمن الصناعي واللحوم المجمده واللحوم المتصنعه واللحوم الجاهزه. كل ده علشان نعمل ايض صح، ايض وميتابوليزم صح. كمان لو كان عندنا بنلاحظ نفسنا، الانسان هو طبيب صحته او طبيب نفسه. لو لاحظت انتفاخات بسبب اكله معينه زي البقوليات مثلا، او زي الخضروات الورقيه، ده بيحصل لبعض الناس مش كل الناس، زي الحليب او اللبن، لازم نتوقف عن الاكله ديت، نعرف انها بتتعبنا وما بيحصلش هضم طبيعي ليها، بتتعب المعده بتاعتنا، نتوقف عنها لفتره، وبالتجربه نحاول ندخل الوجبه ديت بعد كده بجزء صغير، كميه قليله، ونزودها بالتدريج. لو تقبلها الجسم خلاص، لو ما تقبلهاش بنستغنى عنها خالص وبنحذفها من اكلاتنا. طبعا كل ده بالتجربه بنحدد اي نوع بيأذي الجسم او بيأذي الجهاز الهضمي، ونتوقف عنه حتى لو كان مفيد للاخرين والاخرين بيقول عليه انه ممتاز. كمان فيه ان احنا ما ننامش بعد الاكل او ما نستلقيش بعد الاكل مباشره، عشان ما يحصلش انتفاخات، ونشتكي من ارتجاع المعده، ونشتكي من حموضه، ونشتكي من التقلصات بتاعه الامعاء، وعشان نعرف ننام كويس بعد كده في الليل. فبيكون نعمل فتره بعد الاكل ساعتين ل3 ساعات قبل ما ننام، خصوصا في وجبه العشاء. كمان لابد ان مفيش حاجه اسمها اكله مفيده على العموم، او خضار على وجه الاطلاق ان هو اكله مناسبه. كل واحد له الاكله المناسبه له، مفيش نظام غذائي مناسب لكل الناس. بيختلفوا الناس على حسب جهازهم الهضمي، على حسب جسمهم، على حسب عندهم امراض مزمنه او ما عندهمش. فاختيار الطعام المناسب للشخص المناسب بالكميه المناسبه، وحسب حالته الصحيه وحسب اهدافه من الطعام ده ايه. فكل دي حاله خصوصيه لكل واحد. تاني حاجه، ما نستبدلش الفاكهه الكامله ان احنا ناكلها بقشرها بعد غسيلها وتنظيفها كويس، اللي هي مليانه بالياف ومليانه بفيتامينات ومعادن. ما نستبدلهاش بالعصائر الطبيعيه، وما نستبدلش الاكلات المنزليه اللي احنا بنعملها في البيت وعارفين طبيعتها وعارفين نظافتها وطريقه طهيها بالاكل المصنع، حتى لو مكتوب عليه دايت صحي او اكل دايت او اكل صحي. كمان اللبن الطبيعي اذا كنا ما نتحملوش بناخده اذا ما كانش فيه مشكله، واذا كنا ما عندناش حساسيه له او ما عندناش عدم تحمل له، ف وما ناخدش، وناخد اللبن الطبيعي اذا كان كويس لنا، وما ناخدش الحاجات اللي فيها مصنعه، اللي فيها دهون، اللي دخلت مصنع فيها دهون نباتيه، فيها بعض اضافات فيها ممكن تضر صحتنا. وكمان بالنسبه للبروتين والحاجات ديت والخضروات، بناخد الحاجه، بنعرف الحاجه، مش يعني نقول الخضروات ضاره او اكل الحيوان.
الحيوانات زي ما بعض اليوتيوبرز بيقولوا. والدجاج مثلا والبيض ده مهرمن، والسمك مهرمن ومضاف له مضادات كيماوية أو مضادات حيوية أو مواد كيماوية أو كده. احنا نعرف المصدر، نتحرى المصدر الطبيعي أو كويس اللي موجود فيه بالنسبة للدجاج، للبيض، للأسماك، للخضروات بتاعتنا. نبقى عارفين المصدر بتاعه، وإنه ما بيضيفش مواد كيماوية ولا يضيف مبيدات أو أسمدة أو ضارة أو مضادات حيوية أو هرمونات. يعني بيكون تربية نظيفة في المنزل مثلا لو دجاج أو بيض اللي طالع من الدجاج اللي متربي في البيوت، أو في مزارع معينة بتتبع النظم الصح. ونهتم كمان دي بالنسبة لنوعية الأكل. كمان بنهتم بالأكلات اللي هي بتغذي الميكروبيوم بتاعنا والبكتيريا النافعة في الأمعاء علشان تحسن الهضم بتاعنا، وعلشان ما يحصلناش إمساك وتلبك معوي وغيره. زي طبعا الحاجات المخمرة والكفير والزبادي البلدي والمخمرات والمخللات الطبيعية اللي احنا بنعملها في البيت. كمان لازم نقلل أو نمنع الأكلات الضارة والمتعارف عليها عموما، اللي هو الدقيق الأبيض والمعجنات والنشويات البسيطة ديت، اللي من الحبوب اللي هي غير كاملة اللي خدنا منها النخالة وشلناها منها. كمان السكر الأبيض والمكرر أو السكريات المضافة نبعد عنها على قد ما نقدر. كمان الدهون الضارة والزيوت المهدرجة نبعد عنها. كمان لازم في طرق الطبخ نستخدم طرق الطهي المنزلية الجيدة، سواء كان السلق أو الشي أو الطهي على البخار، أفضل من الطرق التانية اللي هو التحمير في الزيت والمقليات والكلام اللي بيعمل ضرر. وما نستخدمش ملح زايد في الطعام، يا دوبك ملح بسيط. ونبعد عن المشروبات الغازية والمشروبات المياه المعدنية ومشروبات الطاقة والحاجات اللي هي والمياه الغازية والمياه المعدنية. وطبعا نبعد عن اللحوم المصنعة والأكلات المصنعة والأكلات الجاهزة، وما نكترش من مشروبات الكافيين، الشاي والقهوة إلا باعتدال، يعني فنجان فنجانين، 3 أقصى حاجة، وعلى حسب حالتنا الصحية، وكمية السكر على حسب برضك حالتنا الصحية. غير الأكل بقى وكده نيجي للمشي. نمشي بعد الأكل 10 دقايق أو 5 دقايق أو 10 دقايق بعد الأكل، حتى لو اتحركنا في البيت وما نستلقيش بعد الأكل مباشرة. كمان الحركة والمشي مهم جدا لجسمنا. ما نستمرش في الجلوس لو كنا بنشتغل قاعدين لفترة طويلة. نفصل كل مثلا ساعة ولا كده، نتحرك 3 دقايق أو 5 دقايق حتى لو في نفس المكان، وعشان نجدد النشاط بتاعنا. الحركة والمشي مهم جدا علشان ينظم مستويات السكر في الدم، وعلشان يحسن كفاءة الجهاز الهضمي، وعشان يسرع التخلص من الغازات والانتفاخات، ونخليه عادة ممتازة بتاعتنا عشان نحافظ على الوزن بتاعنا ونعزز صحتنا العامة، وعشان يقلل من التوتر كده. فنمشي ونعمل نشاط بدني على الأقل نص ساعة 5 مرات في الأسبوع أو نص ساعة كل يوم. والمشي أقل حاجة، غير التمارين الرياضية اللي ممكن نعملها علشان ننمي عضلاتنا وننمي جسمنا. كمان تعزيز النشاط ده والمشي كل يوم ده بيعزز صحة القلب وبيقلل الضغط وبيقلل خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، بيقلل التوتر، بيظبط سكر الدم، بيساعد في إنقاص الوزن، بيساعد في حرق السعرات العالية أو الحرارية، بيساعد في الأيض، بيقوي العظام، بيقوي المفاصل، بيبني العضلات بتاعتنا، بيحسن المزاج، وبيعزز جودة النوم لما نيجي ننام بعد ما نتمشى وكده. نيجي بعد كده للحاجة التانية اللي بعد كده اللي هو النوم. لازم ننام نوم مبكر، نوم في نفس التوقيت كل يوم،
نوم كافي 7 ل8 ساعات في اليوم، ونوم عميق، ونوم يتناسب مع الساعة البيولوجية بتاع جسمنا. يعني ننام من الساعة 11 مثلا ل5 الصبح، وكل يوم بالشكل ده. ونهتم بجودة النوم ونصحى مبكرا أوي علشان النشاط بتاع جسمنا. وما ننشغلش قبل النوم نشغل مثلا الشاشات الزرقاء والموبايل والحاجات والإضاءة والكلام ده كله. لازم ننام في بيئة وسرير يكون هادي، وجو معقول، ما هوش ساخن، جو معتدل، ويعني يبقى فيه جودة مناسبة للنوم، وما يبقاش فيه إضاءة. كل ده علشان ننشط الهرمونات النمو اللي بتتفرز في أثناء النوم العميق، وهرمون الميلاتونين وبيعطل هرمون الكورتيزون وهرمونات التوتر لو اللي هي بتزيد لو عملنا السهر او لو نمنا بالنهار بدل الليل. وكمان بتفعل لنا عمليه الالتئام الذاتي وتجديد الخلايا في الجسم بتاعنا، وتجديد الانسجه واصلاح الخلايا واصلاح الانسجه، ويرجع تنشيط كبدنا برضك، ويتخلص من السموم بتاع الجسم. الحاجة اللي بعد كده اللي هو لازم نتعرض يوميا لأشعة الشمس، خصوصا في الجو المشمس يعني، وبلادنا اللي فيها شمس كويسة، في سواء كان في أول النهار قبل ساعة الظهر أو قبل الغروب. دي عشان تمد جسمنا بالطاقة، وعلشان نحصل على فيتامين د. فيتامين د مهم جدا، بناخده من أشعة الشمس، بناخده من بعض الأكلات، وبتقوي عظامنا وبتحسن المزاج بتاعنا، وهو مسؤول عن المناعة ومسؤول عن الصحة النفسية، وبينشط جينات كتيرة موجودة في الجسم. فهو مهم جدا فيتامين د. الحاجة اللي بعد كده اللي هو ما نفرطش في التوتر والقلق والغضب الشديد، لأن ده بيفرز سموم في الجسم، وبيزود إفرازات هرمونات التوتر، هرمون الكورتيزون وهي هرمون الأدرينالين، وضر الجسم، ضر بالنسبة لصحتنا النفسية والصحة الجسدية. فلو عندنا موقف بتاعت حصل فيها توتر أو غضب أو كده، بنعمل تمارين الاسترخاء العميق وتمارين التنفس العميق، اللي هو ناخد شهيق مدة 5 ثواني، وبعدين نكتبهم في 5 ثواني، وبعدين ناخد زفير عميق مثلا 10 ثواني، ونكرر الحكاية دي عدة مرات عشان نقلل التوتر والقلق ونخفف التوتر والقلق. وكمان نعمل قبل النوم تمرين التنفس 4-7-8، يعني ناخد شهيق 4 ثواني، ونحبس النفس بتاعنا 7 ثواني، ونخرجه في خلال 8 ثواني، وتكرره عدة مرات قبل النوم. كل ده بيهدي العصب الحائر، وبيقلل التوتر بتاعنا، وبيقلل إفراز الكورتيزون. كمان الحاجة اللي بعد كده اللي هو لازم نهتم بالجانب النفسي والجانب الروحاني، اللي هو الصلاة في موعدها، والصلاة في الخشوع في وقتها. دي مهمة جدا للراحة والصحة بتاعتنا، وتفريغ شحنات التوتر، وبيعطي طمأنينة لجسمنا ونفسنا. وكمان نهتم بالاستمرار على ورد يومي من دعوات، من حديث شريفة، من قرآن، من كده، علشان السلام الداخلي بتاع جهازنا العصبي. بنتعود دايما على الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة حسنة زي ما يقولوا، ونتعود على اننا نبتسم في وجوه الناس علشان ننشر البهجة والطمأنينة وراحتنا النفسية، وننشر السلام اللي حوالينا. كمان مهم جدا ان انت ما تقارنش نفسك بالاخرين، وخصوصا لما بتتفرج على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلشان ما تحزنش على نفسك، وعلشان تحافظ على صحتك النفسية، وعشان يحصل لك راحة بال وهدوء نفس. كمان تبدأ يعني تحاول ان انت تسامح وتغسل قلبك قبل ما تنام، بسلامة الصدر، بتقي جسمك من الأمراض، ولازم ترجع للطبيعة بتاعتنا. كمان لازم نبعد عن التعرض للسموم البيئية والكيماويات الموجودة في التربة والبيئة والهواء وغيرها.
نبعد عن المثيرات الحساسية لو أنا مصاب بمرض حساسي، ونبعد عن المثيرات والمسببات بتاعة المناعة، الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية. لو كنت بشتكي من بعض الأعراض بتاعتها فبنبعد عنها. كمان بنبعد عن الأشخاص التوكسيك اللي بيسودوا كل شيء في حياتنا وبيحزنونا، و أو الناس اللي ما بتقدرش وجودك في وسطهم، وبياخدوا وفي حياتهم إن أنت لك قيمة عندهم. كمان ما نستخدمش أي أدوية سواء كان مسكنات أو مضادات حيوية إلا باستشارة الطبيب، وحسب الحالة اللي يشوفها وحسب الحالة الموجودة. ولازم إن احنا نهتم ونسمع أي إشارات تصدر من الجسم بتاعنا، أي أعراض نحس بيها، علشان ده بينبهنا إن ممكن يبقى فيه حاجة خطر أو حاجة خطأ، أو مشكلة بتبقى في بدايتها. لما ننتبه ليها بنقدر نحلها، ونقدر نتابع مع الطبيب ونحل المشكلة لو في مشكلة صحية. كمان لازم تلبية احتياجات جسمك من الفيتامينات المهمة والمعادن، خصوصا لو أكلك ما فيش كمية كافية، أو محتاج في طبيعة عملك أو طبيعة جسمك محتاج نسبة زايدة منها. فيتامينات زي فيتامين ب، وفيتامينات ج، وفيتامينات د، وألف، وه. كمان معادن زي الحديد علشان فقر الدم، والزنك اللي هو مهم جدا للحالة التفاعلات الكيميائية، والحالة الجنسية، مهم جدا للمخ، ومهم جدا كمان المغنيسيوم علشان العضلات وعشان الانقباضات وعشان جودة النوم مثلا. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. نرجو في النهاية اللي ما اشتركش في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكثر عدد. أرجو تشيروه لأكثر عدد من الناس عشان يستفيدوا منه. حاجات طبيعية نقدر نعملها تغنينا عن أدوية كتير وحاجات كتيرة. ونتمنى لكم الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.